استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله في مدينة الملك عبد العزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض اليوم صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبد العزيز رئيس هيئة البيعة، وصاحب السمو الأمير محمد بن عبد الله بن جلوي، وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن عبد العزيز، وصاحب السمو الأمير عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن، وصاحب السمو الأمير بندر بن محمد بن عبد الرحمن، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، وصاحب السمو الملكي الأمير ممدوح بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد الإله بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبد العزيز، وصاحب السمو الأمير فيصل بن محمد بن سعود الكبير، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين، وأصحاب السمو الملكي الأمراء الذين قدموا للسلام عليه أيده الله والاطمئنان على صحته عقب العملية الجراحية التي أجريت لمقامه الكريم وتكللت ولله الحمد بالنجاح، داعين الله سبحانه وتعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين من كل مكروه وأن يمتعه بالصحة والعافية.